قامت محافظة وهران في شهر رمضان المبارك بالعديد من المحطات الخيرية، وكان ذلك تحت شعار مشروع رمضان الخير. وتمثل ذلك في مطاعم الخير التي كانت 5 مطاعم موزعة على كامل تراب الولاية، وإطعام ما يقارب 570 وجبة يومياً، إضافة إلى إعداد وتوزيع قفة رمضان بالتنسيق مع أفواجها الكشفية، تزامناً مع تنظيم حملات التبرع بالدم في مختلف أحياء الولاية. وفي إطار تنمية وتطوير الأقسام الفنية، قامت محافظة وهران خلال الشهر الكريم بوضع برامج غنية ومتنوعة كان محورها الأساسي القضية الفلسطينية وكيفية نصرتها، تمثلت في مسابقة المواهب للأشبال والكشاف، ملتقى التطوع ددوش كريم، ملتقى الشباب عنتري عبد الرحيم، وختاماً لأنشطة الشهر الفضيل، قامت محافظة وهران بتوزيع قسائم كسوة العيد على العائلات المعوزة والأيتام في ولاية وهران، إضافة إلى لقاء التغافر السنوي الخاص بقادة محافظة وهران.